طلاق، سواء راجل سواء ست يحضر ندوه مثلا لمده شهر، ان احنا كل يوم نتكلم معاه ونعمل لعسى ان الدنيا تتعدل، عشان نمنع موضوع عشان الطلاق. نمنع موضوع كتره الطلاق قوي دي. تمام. وبعدين برضو الخلع ما يبقاش كده على طول سايب كده. طب افرض الزوجه اتعرضت لتعذيب. ما انا بقول لك طيب. كل اسباب، هي بتخلع ليه انما بقى؟ انا مش عجباني العيشه، او اجيب شهود ايوه في زور، معذبين او اجيب شهود زور واتطلق. اه يعني انا واحده جابت شهود زور واتطلقت طلاق القادرين كمان مش خلع. بس طلاق مش عادي. كل الناس، ممكن دي حالات فرديه. ممكن تكون حالات فرديه. في واحده بتخلع من امتى؟ الواحده بتخلع امتى؟ عايزه تسيب عشها وتطفش من ايه؟ احنا بس عايزين نحد منها شويه. وارد ان يحصل مشاكل، الجيل الجديد ما عندوش الدماغ الحلوه بتاعت زمان، وان انا اعيش وان انا مش عارفه. احنا عايزين ايه؟ دور الامهات بقى. دور الام ايه بقى؟ دور الام في البيت. هو ده دور الام. هي توصي بنتها شويه، او ام البنت لازم تبقى فيه. اهو شفتي قال لي والله انا لسه كنت هقول اهو، قال اللي بيخرب البيت هي الام. الام البنت والله. مش ام الراجل. مش كله والله. لا الام. مش محمد كله. لا والله في انا عاصرت امهات خربت بيوت بناتها. فعلا فعلا بيحصل. انا امي لما تيجي مثلا اخويا غلط، لا باجي عليه، انا باجي على ابني قدام مراته، وباجي على بنتي. فعلا احسن. هو ده لدرجه المطلوب. بيقولوا لي هم دول عيالك ولا احنا اللي عيالك؟ هو فعلا اقول كده. عشان تعيشوا. صح كده. ودي برضو تلاقي عندها اولاد برضو، اكيد انت ما بتخافش على اولادها، ودي برضو نفس الكلام. بس في ستات تانية، في امهات تانية، في امهات صعبين، في امهات صعبين. بتقول لك اريح بنتي، اريح ابني، وفي النهايه لعلمك يعني في انا اعرف ناس بنتها متطلقه بقالها سنين، النهارده بتلومها. في واحده قلت لها ما انا سمعت كلامك، قالت لي في واحده قعدت معاها فعلا. 7 سنين مطلقه، 7 سنين 7 سنين متطلقه، كل ما تقعد مع حد مع ابوها معرفش يا ماما قاعدين معانا لسه. لا كنا بنسمع بس الاراء. عايزين نسمع. يا عم خليك ولكن معانا احنا نفسك قاعدين عشان ما انت. عندهاش وقت، هتمشي. بيكون خير يا رب. انا بشكرك على رايك الجميل ده وعلى نصايحك.